مش منافق، بس انا فعلا بجد بحبهم، بس انا مش عارف ليه بيطلع مني ده معاهم. ليه انا ببقى مش انا وانا معاهم؟ ليه بقول كلام يوجعهم؟ انا مش عايز اعمل كده. الكلام ده انا سمعته من مراهقين كتير قوي عن علاقتهم باهلهم. بصوا هقول لكم على حاجه، احنا بجد حقيقي بيبقى جوانا حب لاهلنا، مفيش حد بيبقى مش حابب اهله، بس في حاجات كتير قوي بتوجعنا وبتضايقنا وبتعصبنا وبنحس انها قيود علينا، فبنبقى عايزين نعبر عن ده، انه احنا مش عاوزين ده، لكن احنا مش عاوزينكم، احنا عاوزينكم وبنحبكم، بس احنا مش عاوزين الخنقه دي او الحاجات اللي انتوا حاطينها علينا دي. بصوا، على قد ما احنا بنعرف نعبر قوي على السوشيال ميديا، وفي عيد الام ننزل بوست، وفي عيد الاب ننزل صور وكلام وهيصه، على قد ما احنا لما بيجوا في وشنا بنعطل، بنقف شكرا تعبنك، تعبتك، شكرا اسلوب الشحاته ده. قولوا كلام حلو. طب ما هما ما بيقولوا لناش كلام حلو، طب ما هما ما بيعبروا لناش عن حبهم، طب ما هما بيوجعوني، ليه انا ما اوجعهمش زي ما هما بيوجعوني؟ انا مقدره قوي وجعك، بس اذا وجعنا وهما وجعوا، وجعنا وهما وجعوا، واذا فضلنا طول الوقت باصين على الوجع، مفيش حاجه تتغير للاحسن، كله يبقى اوحش. بس دي حياتك انت وليك دور فيها. فاذا كنا احنا كان عندنا مساحه انه نبقى بنعي قد ايه ده مهم، قد ايه كلامنا في العلاقات مهم، قد ايه علاقتنا بالبيت والعيله مهم ان احنا نستثمر فيها وقت، مهم ان احنا نبنيها بنى حلو. احنا اتعلمنا ده، احنا سمعنا ده كتير قوي، فيديوز بقى وسوشيال ميديا وبرامج وي حاجات كتير قوي حوالينا بترملنا الفكره دي في دماغنا، لكن اهلنا محدش علمهم ده. مين علم ماما ولا بابا ولا تيتا ولا جدو انه مهم تقعد وقت وتقضي وقت مع مش عارف مين؟ ومين اللي علمهم انه مهم ان انت تركز معاها وفي تفاصيلها وتقول لها كلام حلو وتطبطب عليها؟ محدش علمهم ده. يمكن دلوقتي بيتعلموا ده شويه، بس الحقيقه زي ما احنا بنلاحظ الوجع اللي بيعملوه من غير ما يقصدوا، مهم قوي نلاحظ الحلو اللي بيعملوه كمان. احنا بنشوف بس بنطنش، او بنشوفه شايفينه واجبهم، او بنشوفه شايفينه انه عادي دي مسؤوليتها وهي تعمل كده. هفترض معاك ان هي مسؤوليتها لوحدها ولو ان ده مش حقيقي، بس الحقيقه انه ايفن لو هي مسؤوليتك ما تحبش حد يقولك كلمه حلوه عليها، ما تحبش حد يلاحظها، يلاحظ ان انت عرفت تعملها، يلاحظ ان انت مجهودك الله ده جاب نتيجه، ملاحظ ان انت بتتعب في الحاجه. انت تحب ده وانا احب ده، وماما وبابا في بيوتنا يحبوا ده، يحبوا يحسوا ان احنا مقدرين تعبهم، مقدرين اجتهادهم، مقدرين شغلهم عشان يوفروا لنا حاجات كتير قوي. احيانا مش بنعرف نعمل كده، او احيانا بنطنش ان احنا نعمل كده، بس خلونا نرجع ندور على الكلام الحلو اللي في يومنا. بنقول ايه في يومنا حلو؟ حبيبتي تعبتك، ما نحرمش منك، مش عارفه اليوم كان عدي ازاي من غيرك. كلام حلو، جمل حلوه، ثبتها في دماغك، ثبتيها في دماغك وابتدي رددي فيها واحده ورا التانيه، واحده ورا التانيه. خليها عاده، بس مش رياء ولا من بره، خليها عاده تدخل قلبك وتبتدي توصلك بقلب اللي قدامك. نقوا كلامكم، لان كلامكم بيأثر على كل حاجه في حياتكم. فاذا اخترتوا كلامكم بجد زي ما انتوا عايزين حياتكم تكون، واجتهدتوا تتمرنوا على ده، لان ده مش هيحصل سهل كده وهنغير الكلام، لا، لانه خاصه انت هتلاقي بقى الناس اللي بتسخف عليك بقى وبس يا طري وما تهزرش، ومالك انت غيرت كلامك ليه، وايه اللي حصل في دماغك، ومالك يا شبح هتلاقي مقاومه شديده لما تبتدي تاخد بالك من الكلام اللي وحش، الكلام المضر اللي عمال تقوله. فدكر وارجع كده واعمل سيت اب جديد لمخك. بتحب تتقدر واللي قدامك بيحب يتقدر، وعشان تعرف توصل محبتك وقبولك للي قدامك مهم قوي 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 تقوله كلام حلو، كلام مشجع كتير.